ليت نجوى لم تأتي إلى منزلي يا رجب، ولم يتعلق قلبي بها. هل تصدق أن حبي لها أخذ يطغى على حبي لفايز في الأيام الأخيرة من حياتها؟ طبعا أصدق، كانت بالنسبة لك كابنتك. لا أصدق أنها ماتت، لا أصدق يا رجب، كأنني في حلم. كيف وقعت الحادثة؟ كانت المسكينة تقف على شرفة المنزل، ثم جلست على حفتها فاختل توازنها وهوت إلى الأرض. يا يونس، يا يونس، ملازمتك للبيت وانقطاعك عن العمل والناس لن يجديك نفعا يا رجل، ولن يعيد إليك نجوى. لا نفس لي بعمل، ولا أشعر بميل لرؤية أحد. أفضل البقاء في هذه الغرفة حتى تحين ساعتي. لا 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 لا، اتق الله يا رجل، هذا الكلام لا يقوله إنسان عاقل مثلك. هل أنت الوحيد الذي فجع بموت عزيز عليه؟ الموت حق على العباد، وهو سيف مسلط على رقاب جميع الناس. ولو أن كل إنسان فجع بموت عزيز عليه فانقطع عن عمله وعن مواصلة عمله وعن احتكاكه بالناس لشلت الحياة. أهلا عمتي. أهلا حمام، كيف حالك يا حبيبتي؟ الحمد لله. ما هذا؟ تفاح؟ تفاح وموز. ولما كل هذا التبذير؟ قبضت مبلغا صغيرا لقاء عمل إضافي فتبحبحت به. وما هذا؟ عمل أيضا؟ أجل، مرافعة من عدة صفحات للأستاذ هاني سيلقيها غدا في المحكمة، وطلب مني أن أطبعها له على الآلة الكاتبة. ألم نتفق على أن... أعرف ناس تقول إن لجسدك عليك حقا، ولكنك يا عمتي تجهدين نفسك كثيرا في هذه الأيام. للضرورة أحكام يا حبيبتي. هيا هيا قومي نحضر غداءنا. تعالي. أهلا 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 وسهلا أستاذ هاني، تفضل. كيف الحال؟ على ما يرام. وعدتني بهذه الزيارة وخفت أن تخلف وعدك. لطالما انتظرت منك مثل هذه الدعوة. شكرا لك يا أستاذ، تفضل اجلس. بيتك عالم جميل رغم بساطته. هذا هو عالمي الخاص الذي أعيش فيه. ترى من القادم؟ لا أدري. أهلا وسهلا، تفضل. أنا زميل الآنسة حنان في الجامعة، بلغنا أنها مريضة فأتيت باسم الزملاء والزميلات لأقدم لها الورد وأطمئن على صحتها. شكرا لك، تفضل. سيد فايز؟ لا شك أن زيارتي مفاجئة، لكن سرني جدا أنك بصحة جيدة. ومن قال لك إنني مريضة؟ سمعت من الزملاء والزميلات في الجامعة فأتيت لأزورك وأقدم لك هذه الباقة باسمهم جميعا وباسمي. شكرا ولهم على هذا اللطف. لا أريد أن يكرر فايز المأساة يا حازم. يجب أن نكبح جماحه قبل أن يورطنا في مصيبة لا خلاص لنا منها. والمثل يقول الجرة لا تسلم في كل مرة. هذا صحيح، ولكن ما هي الوسيلة التي تكبح جماح فايز؟ الزواج. الزواج؟ هل تظنين أنك تقومين سلوكه الطائش بالزواج؟ نعم، الزواج خير وسيلة تحميه من الانحراف. أنا متأكد يا هاني أن القاتل يعيش الآن صراعا رهيبا مع ضميره. الضمير هو الذي سينتصر في النهاية. ما هذه اللعبة التي تقوم بها يا أستاذ؟
لأوهم القاتل أن هناك أناسا أبرياء سيلقون العقاب، فيتحرك ضميره ويستسلم لنا. إذا أنت تعرفه؟ نعم، ومتعاطف معه. متعاطف معه؟ جدا، ولا أريده أن يمثل أمام القضاء بوصفه هاربا من وجه العدالة، ولكن بوصفه نادما على ما فعل.